تفتكر الدولار هيزيد في 2026 ولا هينزل؟ سؤال شاغل بال ناس كتير اليومين دول، بس خبراء الاقتصاد رسموا 3 سيناريوهات لمسار الجنيه في 2026 بعد ما الدولار نزل من أكتر من 51 جنيه في نص 2025 واستقر حاليا حوالين 47 جنيه ونص. السيناريو الأقرب حسب الخبراء هو الاستقرار النسبي عند حدود 47 جنيه مع احتمالية صعوده ل 49 جنيه في السيناريو المتشائم، أو هبوطه ل 45 جنيه لو التدفقات الدولارية استمرت بقوة. الدعم الأساسي للجنيه جاي من أرقام كبيرة زي تحويلات المصريين بالخارج، زيادة الصادرات والسياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية، واللي البرلمانيون قدروا إجماليها ب 135 مليار دولار. ده غير توقعات بنوك ومؤسسات دولية إن السعر يفضل في نطاق 47 جنيه ل 49 جنيه أغلب السنة. لكن الصورة مش وردية بالكامل، في تحذيرات من ضغوط خارجية وتقلبات عالمية ممكن تعيد الدولار للارتفاع، وبعض التوقعات المتشائمة بتتكلم عن أرقام فوق ال 50 جنيه. انت بقى قول لنا توقعاتك عن سعر الدولار.